وبتبدأ قصتنا وقت الفجر بشخص داخل لمكان مهجور وهو بيصرخ وبيقول: اسكتي، أنا خلاص ما بقتش قادر أسمع صوتك. قرب بعدها من بئر مية مسدود بالحديد، بدأ يكسر فيه، ولما فتح جزء منه اتوتر وما بقاش قادر يتحرك. وفي لمح البصر خرج نور من الصندوق وإيد غريبة مسكته. وبعد دقايق من اللي حصل ظهرت بنت صغيرة ماشية في اتجاه واحد، وشافها الراجل ده وقال لها: بتعملي ايه هنا يا بنتي في الوقت ده؟ المكان ده مهجور. أنا بشبه عليكي، انت بنت سنجي صح؟ هو انت ساكتة ليه؟ طيب تعالي اركبي علشان اوصلك. اتحركت البنت من غير ما تتكلم، ركبت ورا واتحرك، وطول الطريق كان بيحاول يخليها تتكلم، ولكن محاولته فشلت. ولما قرب يوصل البيت ما لقاش ليها اي اثر. وفي نفس اللحظة ظهرت البنت في مكان تاني، واتجهت لبيت ست عجوزة، خبطت على بابها وخرجت الست قالت لها: انت مين؟ ارتعشت البنت من ساعة المطر، والست صعب عليها المنظر وخدتها داخل البيت وسألتها: انت بنت مين؟ وخرجت من بيتكم في الوقت ده ليه؟ الخلخال، خلخالي العزيز. اترعبت الست أول ما سمعت سيرة الخلخال، والتفتت بالراحة علشان تشوف شكلها، وبمجرد ما شافتها صرخت وفقدت الوعي. وهي اتحركت للسلم المؤدي لسطح البيت، دخلت غرفة. وتاني يوم في مكان تاني غير القرية قربت بنت صغيرة البئر، وفضلت بصة لانعكاس صورتها في المية، واتفاجئت بظهور بنت تانية، ومن غير أي إرادة منها شيء جذبها وكانت هتنط في البئر. لكن في آخر لحظة مامتها لحقتها وقالت لها: عاوزة كمان تنط يا شيفانجي؟ مش كفاية شقاوة بقى؟ ماما، أنا شفت بنت في البئر بتبص لي. لا أنت أكيد بتتخيلي، إحنا مروحين البيت، ركزي النهاردة في الواجب بتاعك، عاوزاكي تكوني أشطر واحدة في المدرسة. وصلوا البيت ولقيت زوجها درانش في انتظارهم بيقول لها: يلا جهز الشنطة تيجي معايا. وأنا مش هروح معاك. بري عيب، دي أمي، مع إني ما بحبش أسمع حكاوي أمك، بس هسافر علشان خاطرك. وإحنا هنسافر فين يا بابا؟ جدتك مريضة ولازم نكون جنبها. جهزوا الشنط بالفعل واتحركوا لقرية الجدة، والطريق خد منهم وقت كبير جدا لحد ما وصلوا للقرية اللي كلها سكون وما فيش فيها غير أصوات الخفافيش وبس، وبعض من البيوت متعلقة على أبوابها عرايش شكلها مرعب. المهم اتسلق درانش باب البيت فتحه، وخرجت خالته رحبت بيه واستقبلت بريا بطريقة سيئة وقالت لها: مر زمن طويل أوي ومحدش شاف وشك. قعد درانش جنب أمه وخالته قالت له: كان المطر شديد جدا والوقت متأخر، بس وقتها قلبي حس إنها في حاجة. ولما وصلت لبيتها: شيفانجي اخرج العبي بره، معلش مش عاوزها تسمع اللي هيتحكي، تقدري تكملي. لما وصلت لقيتها فاقدة الوعي وما كانتش قادرة تتنفس، وطلبت الدكتور ونصحني ننقلها المستشفى. وزي ما انت عارف امك عنيدة وما رضتش تروح، كنت اغصبي عليها تروح، عاجبك نومتها والغيبوبة اللي هي فيها؟ ما قدرتش عليها يا ابني، وبعدين انت معاها اهو، لو تقدر انت تنقلها انقلها. سكت وما تكلمش، وفي نفس الوقت بتلعب شيفانجي مع الجاموسة، ولفت انتباهها غرفة الدور التاني، لكن بريانا دهت عليها علشان تنام. وتاني يوم صحيت على صوت باب البيت، والخالة بتكلم بنتها وبتقول لها: تشاندي الجماعة نايمين دلوقتي. اهي شيفانجي صحيت، اعرفك بتشاندي بنتي، كنتم بتلعبوا مع بعض وانتوا صغيرين، فاكرها؟ الصراحة مش قوي، تعالي ادخلي نلعب. بصت تشاندي بنظرات كلها خوف لغرفة الدور التاني، وشدت شيفانجي عشان يلعبوا برا البيت. وفي الطريق شافت بيوت متهالكة عايش فيها ناس شكلها غريب، وتشاندي قالت لها: ده المكان المفضل بالنسبة ليا. هو انت هتفضلي في بيت الجدة؟ ايوه، بتسألي ليه؟ بيتها غريب وبخاف منه، تعالي معايا. خدتها تشاندي لبيتها وجابت كتاب وقالت لها: اوعي تقولي لماما اني طلعته. هو ايه المكتوب فيه؟ قصص عادية، انا هقرأ لك القصة دي. في يوم من الايام حلت لعنة على القرية كلها، ويوميا بقى بيموت فرد من القرية، لدرجة ان الكل بقى مستني الدور يجي عليه ومستخبي في بيته. وفي يوم شفت بنت مغطية وشها، سألتها: هو انت اللي مغطية وشك؟ علشان اللعنة ما تصيبنيش. مفيش لعنة، اكشف وشك ما تخافيش. تلعبي معايا؟ عاوزة ايوه العب. دخلنا لعبنا في حقل الزرع، ولاحظت حركة من بعيد قبضت قلبي، وقلت للبنت اللي معايا: اهربي بسرعة. اهرب ليه؟ ومين دي؟ ده شبح الست العورة، انفدي بجلدك واهربي. سبتها وجريت لمكان بئر مية خالي من حياة البشر، وهي جت ورايا وسألتني: اللي على وشك ده انت بتنزفي مادة غريبة. ظهرت وراها الست العورة قالت لها: امشي وياك تقربي للبئر والا هتكوني من اهله. اترعبت لان البنت التانية اختفت من المكان وما بقاش ليها اي اثر، ونظرات الست المرعبة كانت كافلة توقف قلبي، وساعتها اساسا ما كنتش قادرة اتحرك من مكاني واغمى عليا. دخلت الخالة عليهم، واول
أول ما شافت الكتاب خافت وزعقت لتشاندي وطردتهم من البيت. وشيفانجي قالت لها هي ليه طردتنا وخدت الكتاب؟ انت ما تعرفيش حاجة والأحسن ليكي تسيب القرية. سابتها شيفانجي ورجعت للبيت. ووقت الغدا مسك درانش البنت وقال لبريا أنا هفضل مع أمي أنا وبنتي ومش هسيبها تاني، انت فاهمة؟ بسببك بعدت عن أمي سنين ومش هكرر اللي عملته. ما ردتش بريا عليه وخرجت من الغرفة بكل هدوء. وبيعدي الوقت في منتصف الليل وشيفانجي نايمة في غرفة جدتها. قامت على صوت غريب بره البيت، وفي الوقت اللي فتحت في الباب شيء عدى من وراها. ولما حست بالحركة التفتت بخوف لكن ما لقيتش حاجة وهي نظرها على جدتها. وفجأة بدأ حجر من أساس البيت يتحرك لحد ما وقع واتحدف من فراغ الحجر خلخال اسود. قربت منه البنت ومجرد ما مسكته اتفزعت ولقيت الجدة في وشها وبتقول لها سيبيه ده بتاعي أنا. جاب دنشر بعدها دكتور طمنه على أمه وقال له دي صحتها زي الحديد، الغيبوبة اللي بيفوق منها أقل حاجة علشان يتحرك عاوز له أيام. دي معجزة إن أمك قامت بالسرعة دي. شيفانجي عاوزاها ليه؟ هو أنت ما عندكيش دم؟ ما تساعديها وتشوفيها محتاجة لإيه. شوفها أنت، أنا اتخنقت من العيشة دي. دنشر تعال اقعد جنبي. أمي هو ده هو الخلخال يا ابني، انت عارف هتعمل ايه كويس. خدوا منها وخرج وهي قالت لبريا لو كنت سمعت كلامي زمان وخدت الدواء كان زمانك جايبه لنا ولد بدل البنت شيفانجي. دي بنت كئيبة. ظهرت من العدم نفس البنت لشيفانجي واختفت. وفي نفس الوقت اللي رمى في دنشر الخلخال ظهرت من تاني وخدته. وتاني يوم خرج الكل وصحيت الجدة مفزوعة على صوت هي عارفة كويس. وبصيت بخوف من الباب لقيت نفس البنت ومن غير إرادتها مشيت وراها وفتحت غرفة الدور التاني. لقيت نور شديد في وشها وشافت رؤية الواحدة بتولد وستات عواجيز خدوا منها الجنين سمموه. وفاقت هنا الجدة وهي بتصرخ وتحول شكل البنت المسخة مرعب بيبص لها بكل غل وحقد. وفي اللحظة دي طلعت بريا على صوت الصرخة. لقيت الجدة بتنزف مادة لونها غريب وبعد ثواني ماتت. المهم حضروا كل أهل القرية الجنازة من غير ما يعرفوا هي ماتت ازاي. ومع قربهم للمقابر وبدون أي أسباب الجثة ولعت لوحدها. وحاول دنشر يطفيها لكن معرفش واستسلم للأمر الواقع لحد ما الجثة اتحرقت بالكامل. ولما رجعوا البيت أصر إنهم مش هيسيبوا القرية. وبريا قالت له انت فين عقلك؟ ما شفتش اللي حصل في الجنازة؟ أمك اتحرقت لوحدها، القرية دي ملعونة وهنمشي منها. أمك ماتت وانتهى الأمر، هنقعد هنا نهبب ايه تاني؟ بيت أمي مش هسيبه، عاوزة تمشي انت براحتك بس بنتي هتفضل معايا، مفهوم؟ سابهم وخرج بعيد عن البيت يشرب خمر المنكر. وشيفانجي قالت لبريا هو صحيح بابا ما كانش عاوزنا نتولد؟ مين قالك الكلام ده؟ جدتي. لا يا قلبي أنا وبابا بنحبك جدا. رجع دنشر بعدها في نص الليل سكران ومش شايف قدامه وسمع صوت من الدور التاني وطلع فتح الغرفة. لقى بنت مدياله ظهرها افتكرها شيفانجي ولما قرب لها ظهر له المسخ. خنقه بالخلخال لحد ما فقد الوعي. وصحيت شيفانجي في الوقت ده على الصوت. جريت فورا على الغرفة فضلت تفوق فيه واتفاجئت ان الباب اتقفل لوحده. ودنشر صحي قال لها بتحاولي تقتليني؟ انا هموتك. بابا انا شيفانجي، انت بتعمل ايه؟ ارجوك فوق. ما فاقش غير لما وقع على دماغه وخدته بريا بعدها تعالج له الجرح. وتاني يوم راحت الخالة لحقول الزرع. بصت على بئر المية وقالت الامر ما غابش لمدة كبيرة الا انا حلت علينا من تاني. ظهر جثة مرمية في البئر ورجعت البيت لقيت دنشر بيقول لها الحقيني بريا جسمها سخن ومش قادرة تتحرك. وقفت للحظات وافتكرت ان بريا هي الوحيدة اللي كانت مع الجدة وقت وفاتها. وجريت فورا شافتها وقالت لشيفانجي اوعي تقربي منها لحسن تتعدي، ده وباء ملوش علاج. دخلت شيفانجي بعد البيت الخالة دورت على كتاب القصص وراحت لتشاندي قالت لها احكي لي الحقيقة، القصص الموجودة في الكتاب دي حقيقية صح؟ سكتت تشاندي ووقعها صورة من نص الكتاب. مسكتها شيفانجي والخالة في اللحظة دي خرجت تجيب حليب لبريا لكن الحليب اتحول لدم. وسمعت الخالة صراخ أطفال وبدون أي إرادة منها اتجهت لنفس الغرفة المشؤومة. فتحتها ولقيت في وشها مولود صغير بيبص لها. دخلت شالته وشافت رؤيا ليها وهي صغيرة شايلة نفس المولود. والست العورة خدته منها بالعافية وسلمته لخدامها سممه لحد ما مات. وفاقت هنا الخالة وهي بتصرخ وما فيش في ايدها غير قماشة بيضة. والغرفة اتهدت عليها ودنشر وصل في الوقت المناسب أنقذها وهي كل اللي على لسانها المولود فين؟ ده كان على دراعي دلوقتي. مولود مين يا خالتي؟ ساكشي أختك كانت في إيدي، دور عليها. خالتي جدتي كانت حامل في الصورة دي،
البنت اللي بتتكلم عليها تبقى ساكشي بنتها صح؟ أيوة هي. اتعصب دنشر وخد الصورة قطعها وخدت الخالة بعدها بواقي الصورة جمعتها من تاني وبدأت تأدي طقوس غريبة على الصورة وهي خايفة ومرعوبة. وشيفانجي راحت لها بالكتاب وهي بتعيط وقالت لها أنا خايفة وعاوزة أفهم اللي بيحصل، أرجوك احكي لي الحقيقة. أنت بتشوفي البنت المرعبة أنت كمان؟ اللي بتشوفي روح ملعونة من البئر الأسود اللي بلع أرواح بنات لا تعد ولا تحصى، والقصص بتاعتهم موجودة في الكتاب وأنا اللي كتبتها بنفسي. قبل سنين جدتك كانت فرحانة بولادتها لباباكي، ولما وصل درشان لعمر 5 سنين أنجبت جدتك طفلة جميلة سميتها ساكشي، وبسبب تقاليد حكمونا بيها بعض المشعوذين العواجيز. كانت أي ست بتخلف بنت ياخدوها منها غصب عنها يقتلوها ويرموها في بئر المياه الأسود. وبعد ما العواجيز دول ماتوا اتجمعنا وقفلنا البئر بالحديد، لكن لسبب ما اتفتح البئر من تاني. هو فين البئر ده يا خالته؟ في حقول الزرع الخاصة بينا، ومش عاوزاك تفكري في لحظة انك تروحي لهناك او تدوري عليه. ما سمعتش شيفانجي الكلام وبدأت رحلة البحث عن البئر. وبجانب حقل الزرع دخل درنش المكان البئر وسمع صوت طفلة بتقول أخويا. انت مين؟ أنا ساكشي أختك. عاوزة ايه؟ الخلخال بتاعي، وانت صغير مش كنت دايما بتقول لأمنا لما تولدي أخويا ههادي بخلخال لزوجته، لكن لما أمك ولدت وعرفت إني بنت ما حبتنيش وسبتهم يموتوني. كنت صغير ومش فاهم، انت فكرت نفس تفكيرهم وشاركت في الجريمة. بص في عيوني. رفعت دماغه من غير إرادته، بصت في عيونه وبدأ ينزف نفس المادة. ووصلت في الوقت ده شيفانجي شافت أبوها بياخد آخر أنفاسه، ولما المسخ قرب منها سابت المكان وجريت على البيت. قالت لهم أنا كنت جنب البئر، بابا مات، أنا شفتها وهي بتقتله. خالتي لو حصل لي حاجة وصيتي شيفانجي خلي بالك منها. مفيش حاجة هتحصل لك يا بريا، احنا لازم نسيب القرية حالا. سابوا البيت بالفعل، لكن الروح كان ليها رأي تاني ولبست جسم تشاندي. طعنت الخالة بسيخ حديد في كتفها ودخلت ورا شيفانجي تدور عليها زي المجنونة. عضت دراعها وما سابتهاش غير لما قطعت جلدها، وعلشان يسيطروا عليها كتفوها وحبسوها في الدولاب. ومن نفس الغرفة المشؤومة سمعوا كلهم صوت عياط الطفل، وبريا قالت لهم هي عاوزاك انت يا شيفانجي علشان انا حامل في بنت، انت هتكوني اخت كبيرة. مش فاهمة كلام امك صح؟ الروح شايفاكي وصلت الرباط اللي هتصلح الماضي. هي مش راضية عن تقاليد قتل البنات وعاوزة تغير الواقع وروحها ترتاح، لانها كانت تتمنى ان اخوها الكبير ينقذها وما تموتش، ومحتاجاكي انت كبديل لاخوها. انقذها ازاي وهي ميتة؟ اطلعي للغرفة وانت هتفهمي. خرجت شيفانجي وظهرت لها البنت وهي بتجري، ولما راحت وراها اتحول الليل لنهار، وشافت رؤيا المشعوذين وهم بيرموا ساكشي في البئر. وبعد ما وريتها الروح اللي هي عاوزاه امرتها تطلع وراها الغرفة. ولما طلعت لقيت شيفانجي كيس على هيئة رحم بينبض بسرعة شديدة وخرج منه افرازات لحد ما انفجر. وبعدها بثواني ظهر نفس المشعوذين وهم شايلين ساكشي وبيجهزوا لها السم علشان يقتلوها. لكن شيفانجي جريت على الست العورة قالت لها مش هسمح لك تأذيها. خدت منها شيفانجي ساكشي وجريت بره الغرفة وهي بتبص للروح وبتقول لها انا مش هسمح لهم يأذوكي وهنقذك. اتهد البيت بالكامل في الوقت ده، ومع طلوع النهار فاقت شيفانجي واكتشفت ان امها والخالة ماتوا بسبب البيت اللي اتهد عليهم. والحيوان الحي اللي في البيت صعب عليها وخدته واتجهوا لحقل الزرع، وبالتحديد لمكان البئر الاسود اللي في نفس الوقت بيحوطوا كل ارواح البنات اللي اترموا فيه، ومن ضمنهم ساكشي. شكرتها على تحرير ارواحهم. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيلم. هو الفيلم قصته غريبة شوية بس بيوجه رسالة للناس اللي بتكره البنات عن الولاد وبيتمنوا الموت ليهم. وعلى فكرة في ناس كتيرة جدا لحد الآن بتكره خلفة البنات، وللأسف الطبع ده عندنا احنا كعرب بس، ونتمنى يعني ان ربنا يهديهم وكل اللي بيجيبوا ربنا كويس سواء ولد أو بنت. أتمنى الملخص يكون عجبكم، تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. وبس كده، السلام عليكم.